سهل جدا سهل جدا. مين قال لك ان في مشكله؟ المدارس بتتمنى الطلبه دول. انت جايه من الخليج يا فندم، مدارس اللغات دي طبعا هي فيها تعليم وكل حاجه، بس فيها بيزنس برضه. انا بتكلم بالواضح يعني، مش عيب. طبعا القدرات الماليه اللي جايين في الخليج بتخلي في السي في بتاعت البيرنتس، بتخلي المدارس اللغات يقبلوهم بسرعه. فمين اللي قال لك كده؟ لما ان شاء الله توصلي بالسلامه على جوجل كده، والمعارف والحبايب اللي في اسكندريه، للاسف انا من القاهره، المعارف والحبايب في اسكندريه ان شاء الله يقولوا لك على المدارس الحلوه اللي قريبه من سكنك وتدخلي. مين اللي قال لك كده؟ مفيش اي مشكله. طبعا اهلا بيكي في بلدك مصر لما تنزلي بالسلامه، بس يكون نزول خير ان شاء الله. فلا لا مفيش مشكله، بس حاولي تحافظي على الاقامه، علشان لما تحوليهم امريكان بعد ثالثه اعدادي يمتحنوا السات. يمكن ما نعرفش ظروفها تبقى ايه وقتهم. ربنا يخليهم لك ربنا يخليه لك وهو صغير في السن، لسه 4 سنين على وقته. القوانين بتتغير، اديك شفتي كل ربع ساعه بيصدر قانون. التعليم يا جماعه محتاج ثبات في القوانين شويه. احنا عندنا مشكله كبيره في معدل القوانين والتغييرات، فدي للاسف الشديد مشكله لازم نعترف بيها. القوانين المتغيره الكتيره دي بتخلي ثقه الناس تتهز في التعليم كل فتره بقرار، وده شيء خطر جدا. لازم الساده المسؤولين يبصوا على الموضوع دوت. ثباتيه المعلومه، ثباتيه الاداره بتيجي من ثبات القرارات. ولكن احنا بنتعامل مع الموقف، مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب. فما تقلقيش، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. انا دايما متفائل ان شاء الله خير. ابعتي بقى السؤال ده لاصحابك، لانه كتير قوي بيسالوا السؤال ده. اهلا بيكي، مستر ايمن تدرس كنت معاك.